مباشرة إلى المغرب زميلنا بلال هرنون يعطينا أكثر تفاصيل عن أزمة التذاكر. مساء الخير، أهلا وسهلا. الجو بارد بلال؟ تحية إليك زميلي حكيم وتحية لضيوفك الكرام. بالطبع جو بارد جدا هنا. يلا، كانت فيه نقلت لنا بالنسبة للجماهير أزمة تذاكر حول بالنسبة للمنتخب الجزائري. الأزمة لم تكن بالنسبة للمناصرين الآخرين إلا مع الجزائر. ما الذي يحدث بالضبط؟ انقل لنا الصورة كاملة وأنت كنت قريبا من الجماهير. نعم، يبدو بأنه لم يسمعني جيدا. بلال، انقل لنا الصورة بالنسبة لأزمة التذاكر. أسمعك الآن زميلي. نعم، هنا نقلت لنا رأي الجماهير حول أزمة تذاكر مباراة السودان. قبل ذلك الكاف كانت أو الفيفا كانت قالت على أنه كل التذاكر في المنصة الرقمية قد بيعت بالنسبة لمباريات الجزائر. يبدو بأننا أمام أزمة كبيرة هناك. ما الذي يحدث؟ نعم زميلي حكيم، ضمن أنه مشكل التذاكر بدأ منذ مدة قبل انطلاق كأس أفريقيا، بما أنه الجماهير الجزائرية، الكثير من الجماهير الجزائرية لم يسعفها الحظ للدخول واقتناء تذكرة، سواء المباراة الأولى أمام السودان أو المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، فيما كانت هناك بعض السهولة في المباراة الثالثة لغينيا الاستوائية، وهو ما استقيناه منذ وصولنا إلى هنا، بما أنه الكثير من الأنصار الذين حلوا هنا لمتابعة المنتخب الوطني خلال المواجهة الأولى أمام المنتخب السودان لم يسعفهم الحظ في اقتناء تذاكر، رغم أنه كان فيه مساحة كبيرة في المدرجات لدخول الأنصار المنتخب الوطني. كان فيه تدخل من طرف رئيس الفاف ووزير الرياضة والاقتصاد مع الكاف من أجل إعادة فتح المنصة للسمح للأنصار باقتناء تذاكر، لكن المنصة حقيقة فتحت، لكن حسب ما استقينا اليوم من الأنصار أن الدخول إليها صعب، واقتناء تذكرة المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو أصعب. بطبيعة الحال اليوم الأنصار متواجدون هنا بالرباط لمتابعة المنتخب الوطني في المباراة الثانية، يجدون مشكلة في اقتناء تذاكر. الكل يبحث عن تذكرة أمام فندق المنتخب الوطني. نظن هذا شوش نوعا ما على تركيز عناصر المنتخب الوطني. ننتظر حل بخصوص هذا الأمر، رغم أنه بالأمس كانت هناك أيضا معلومة أنه تم فتح منصة تذاكر لاقتناء تذاكر مباراة بوركينا فاسو، لكن نفس الشيء، نفس المشكل بالنسبة لأنصار المنتخب الوطني.